يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا بعد اذنكم، يا تجيبوا مدير فني تدفعوا له فلوسه يا ما تجيبوهوش. ما عندك كابتن محمد صلاح، كابتن خالد جلال، على قدك امشي على قدك مش عيب. الاهلي بيجيب مدير فني ب9 مليون وبيديله فلوسه. النادي الاهلي حصل مشكله مع راجل كولر وخد مستحقاته، حتى لو هي مستحقات سنه. أنا على الفلوس ما شاء الله الله اكبر، فبيجيب ويمشي، هو حر. انا مش عايز لكن انت ما تجيبليش مدير فني وما تديلوش فلوسه ويروح يشتكيك. الله يا فرحتي. وبتدور دلوقتي سيادتك تجيب مدير فني اجنبي وبادجت اعلى يخش في 90-100. يا عم سدد القديم، يا عم خلي احمد عبد الرؤوف لنهايه الموسم، خلي خالد جلال، خلي محمد صلاح، خلي اي حد. لكن ان انت تجيب ناس انت مش قد فلوسها ما تجيبهمش. انت عامل اعلى سكواد في مصر السنه دي 7 مليون و200 الف او حاجه زي كده، اكتر من الاهلي. فمنين؟ وبتشتكي من ضائقه ماديه. يعني دي كاميرا خفيه دي ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. يعني في حاجه غلط انا مش فاهمها. فلوس دي اصلا بتروح فين؟ تيجي منين؟ مين المسؤول عنها؟ مين مسؤول ان هو يجيب اللعيبه دي؟ مين مسؤول ان هي تمشي؟ مين اللي بيقول ان هي تصلح؟ مين بيقول ان هي مش هتصلح؟ ايه ده؟ لا يوجد ضبط وربط يا جماعه. فين الضبط والربط؟ فين المكتب التنفيذي؟ فين الاداره؟ فين السيستم؟ فين النظام؟ فين مجلس الاداره اللي ايد واحده؟ كلهم مختلفين معظمهم. فارجوكم بعد اذنكم حافظوا على اسم نادي الزمالك. خلاص انا انتوا كلكم ناس افاضل، ناس محترمين، ناس رجال اعمال فوق دماغنا. في اكتر من كده؟ ناس بعيدا عن اي ما شاء الله شبهات، ناس زي الفل برلنت، كل واحد فيكم زي الجنيه الذهب. لكن سيادتك مطالب ان انت تحافظ على اسم نادي الزمالك بعد اذنك. ما انت جاي ليه؟ امال كنت بتعمل هنا برنامج انتخابي ليه؟ كنت عمال تقول انا اول حاجه في البرنامج الانتخابي سيادتك كلكم هجدد لزيزو. ما حصلش. دي اول حاجه، كان ورقه كارت بيتقال في مجلس الاداره هجدد لزيزو. ما حصلش. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع تاني لنادي الزمالك ما حصلش، ومشكله واتسحبت الارض. ايه اللي حصل في نادي الزمالك؟ اللي يجي هل على قدر ومسؤوليه نادي الزمالك؟ انتم تعلمون جيدا ما هي ظروف نادي الزمالك وحاله نادي الزمالك. يعني انتوا كنتوا مقسمين 16 ملف على بعض. ايه النجاحات؟ ايه اللي بيشوفوا؟ خلاص انا بكلمك ليه كده؟ انا لاول مره بتكلم كده لان الجوميز ده مسؤوليتك. صحيح. خلي بالكم